اليوم حنشارك معكم كراتان روز خفيفه ظريفه بزاف بنينه. جربوها، على بالي رايحه تعجبكم. يعني ثم توجد، ما تديش وقت، والبنه تاعها ما شاء الله. نخليكم على المقادير اللي بزاف ساهلين. في مقله درت فيها شويه تاع الزيت، هبط عليها حبه تاع البصله كنت قطعتها مربعات، يعني نقليو هذاك البصل حتى يبدا يتكرمل بهذا الشكل. هنايا جبت كميه تاع السلق، غسلته وقطعته، ونزيدو نقليوه شويه. توابل، درت الفلفل الكحل، وزدت شويه تاع الملح، ما تكثروش الملح بزاف في السلق. زدت 2 فصوص تاع الثوم، تقدروا ما ديروهمش، انا باك نشتي الثوم مع السلق. وهنايا نقليهم، يعني هذيك البصله ديجا راهي طايبه وما يديش بزاف وقت، يعني ممكن 5 دقائق حين تلقاوه طاب. ومن بعد جبت حبه تاع البطاطا، ديروا الكميه اللي راكم حابينها، انا درت هذو 3. قشرتهم ومن بعد نقطعهم مربعات يكونوا صغار، لاني راح نطيبهم في الاير فراير، حبتهم يعني يطيبوا ليه. تقدروا تقليوهم ولا في المقله مع شويه زيت كيما تبغيو. هنايا بعد ما قطعتهم درت لهم الملح وزوج مغارف كبار تاع الزيت، ودرتهم يطيبوا في الاير فراير. هنا جبت 5 حبات تاع البيض، درت لهم شويه لا كريم فريش، مغرفه تاع الفرماج، رشه تاع الملح ورشه تاع الفلفل الكحل، ونخلطهم باش ما يجيكمش الخليط بزاف ناشف. ديروا الكريم فريش وكثروا شويه. جبت هذيك البطاطا فرغتها في هذاك البيض، وزدت لها شويه تاع الطون، يعني الطون انا سيتو مع السلق عجبني بزاف. جبت المول، درت فيه يعني من تحت شويه تاع البطاطا بالشكل راكم تشوفوا فيه، وجبت هذاك السلق خلط له الطون، على بالكم يمد مزيج ولا اروع مع الطون بهذا الشكل، ودرته كطبقه ثانيه. انا حبيتهم يجوني طبقات، مشتيتش نخلط كلش مع بعضها. ومن بعد كمل درت هذيك البطاطا والبيض اللي بقاو. هنا يكون الفور تاعي ديجا سخون على 200 درجه، وندخل هذا الكراتان طيب. وكما قلت لكم تدخلوها طيب على 200 درجه، الفور شاعل من الفوق ومن التحت. هنايا بعد ما تمسوها من الفوق تلقاوها ناشفه، معناتها خلاص راهي طايبه. ديروا لها كميه تاع الفرماج رابي من الفوق، انا درت قوده، ديروا اي نوع راكم حابينه. يعني ما عاودش رجعتها الفور، راهي سخونه الفرماج يعني رايح يذوب. هنايا الفرماج ذاب والكراتان راهي واجده، راهي بزاف بنينه. واللي يشريوها يعني تجي مشخشخه اكثر يعني وتكتر، يديروا لها البيشاميل من فوق، يعني النتيجه تخرج احسن واحسن. يعني راهي بزاف هايله بزاف بنينه. جربوها بهذه الطريقه، على بالي راح تعجبكم. وبسلامه، الى فيديو قادم.